غدا في مراكش ستكون درجة الحرارة 46 درجة مصحوبة بأجواء مشمسة. يسعدني مساعدتك في التعامل مع الحرارة المرتفعة في مراكش. إليك بعض النصائح التي قد تفيدك. الحماية من الشمس. الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية. استخدم واقي شمس بعامل حماية عال SPF 30 على الأقل، وقم بتجديده كل ساعتين. ارتد قبعة واسعة ونظارات شمسية لحماية عينيك ووجهك. تجنب التعرض المباشر للشمس. حاول قدر الإمكان البقاء في الأماكن المظللة أو المكيفة خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحا و3 مساء. ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة. اختر الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة التي تسمح بمرور الهواء. ترطيب الجسم. شرب الكثير من الماء. اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم حتى لو لم تشعر بالعطش. تجنب المشروبات الغازية والقهوة التي تزيد من الجفاف. تناول الفواكه والخضروات. تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء والعناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب الجسم. تغيير روتينك اليومي. الأنشطة البدنية. مارس التمارين الرياضية في الصباح الباكر أو في المساء عندما يكون الجو أكثر برودة. الاستحمام البارد. الاستحمام بماء فاتر أو بارد يساعد على خفض درجة حرارة الجسم. الراحة. احصل على قسط كاف من الراحة والنوم. نصائح إضافية. تجنب الأطعمة الدسمة والحارة. هذه الأطعمة تزيد من الشعور بالعطش والحرارة. استخدم المروحة أو المكيف. إذا كان لديك مروحة أو مكيف فاستخدمهما لتبريد الغرفة. راقب صحتك. إذا شعرت بأي أعراض من أعراض الإجهاد الحراري مثل الدوخة أو الغثيان فاستشر الطبيب على الفور. أماكن مناسبة للتنزه في مراكش خلال هذه الفترة. الحدائق. العديد من الحدائق في مراكش توفر أماكن مظللة ومناسبة للتنزه والاسترخاء. المساجد. يمكنك زيارة المساجد والاستمتاع بالهواء البارد في الداخل. المقاهي والمطاعم المكيفة. يمكنك قضاء بعض الوقت في المقاهي والمطاعم المكيفة والاستمتاع بمشروب بارد. أتمنى لك قضاء وقت ممتع في مراكش رغم الحرارة. هل لديك أي